بما ان النبيتي طالع موضة جدا السنة دي، قعدت افكر كده، هو انا عندي حاجة نبيتي في الدولاب؟ قعدت اعصر دماغي يمين شمال يمين شمال، افتكرت ان انا كنت جايبة جاكيت جلد نبيتي بس قديم قوي عندي، وما كنتش فاكرة انا حاطاه فين. قعدت ادور لحد ما طلعته. وقررت ان انا اعمل بيه اوتفيت، وافرجكم على الاوتفيت اللي انا هعمله النهارده. لو مهتمين تعرفوا انا هعمل ايه وشكل الاوتفيت هيطلع شكله ازاي، تابعوا معايا لاخر الفيديو. بس لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وكومنت حلو كده زيكم، ولو اول مره تشوفوني سبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. مش عايزين رغي ياما، يلا بينا نبدا الفيديو. زي ما قلت لكم اول الفيديو، دورت على الجاكيت النبيتي اللي كان عندي، وهو خامته حلوه جدا، هو جلد على فكره، مش عارفه هو واضح ولا لا. فطلعته كده، يعني بصوا قعدت ادور لحد هلكت على ما طلعته. كنت شايلاه في شنطه من الشنط وما طلعتوش لانه هو تقريبا شبه داق عليا، بس لا، هتصرف، مش هسكت. ازاي يطلع موضه ويبقى عندي واقول ان هو اصل ضيق شويه؟ اي نعم ان انا بقيت بكابوس حبتين، ولكن انا هتصرف، هداري العيب ده. وهتشوفوا انا هعمل ايه دلوقتي علشان اداري عيب ان هو مش بيقفل قوي عليا. بصوا، هلبس واظبط الاوتفيت وارجع لكم، وهغير فيه كذا حاجه ونشوف اي طريقه احسن من الطريقه اللي قبلها. تابعوا معايا لاخر الفيديو. نسيت اوريكم البنطلون اللي انا هلبسه النهارده. هو بنطلون جلد كده، عشان انا لو لبسته مش هيبقى واضح قوي. هو بنطلون جلد، بس الجلد بتاعه مش الجلد اللي بيلمع قوي، اللي هو الجلد اللي هو مطفي شويه، شايفين؟ فبصراحه قررت ان انا البسه على الجاكيت اللي هو فين، مش عارفه، حطيته تحت. يبقى الاتنين دول مع بعض، معرفش هيبقوا حلوين ولا ايه، بس تعالوا نلبسوهم مع بعض ونشوف. وانتوا رأيكم في الاخر في الكومنتات هتقولوا لي هو كان حلو كان مش قد كده، عايزين نغير البنطلون، لا نحط حاجة مكان حاجة. انا يعني هشوف تعليقاتكم وهقراها بنفسي، ويا ريت تقولوا لي رأيكم ايه. شوفوا كده لما لبست الجاكيت الجلد، بصوا. هو عاجبني، اولا لونه طالع موضه جدا. الجلد ده يعني الجلد عطيله شياكه، وفي نفس الوقت هو طويل، انا بحب الطول ده جدا. ولبست عليه البنطلون الجلد اللي انا وريته لكم مع الشوز، مش عارفه هي مش واضحه ولا انا ارجع ورا، اللي هي الشوز الفرنيه دي زي ما انتم شايفين كده، والطرحه سودا. واللي تحت هنا الحاجات اللي انا كنت وريتها لكم في الفيديو اللي قبل كده، اللي هي البيسك اللي هو الخفيف، زي ما انتم شايفين، اللي هو عملت اللي هو فيه لمعه فضي كده شويه. حسيت ان هو حلو كمان علشان طوله مناسب من هنا. طيب اعمل ايه علشان اداري العيب اللي هو مثلا لو كانت الزراير مثلا موديل قديم شويه، او كان مش عايز يقفل، او شكله يعني الكولا مثلا مش عجباني. انا عجباني هنا الكولا بصراحه، بس بقول لك لو الحل لو في كولا يعني جاكيت الكولا بتاعته مش عجباكي، او الزراير حاساها ان هي قديمه شويه، او مش بيقفل زي ما انتم شايفين كده، لان انا تخنت طبعا عليه، فاعمل ايه؟ فكرت ان انا اجيب السكارف باللون الاسود زي ما انتم شايفين كده. ولان السكارفات طالعه موضه جدا السنه دي، والسنه دي وكل سنه بصراحه، بس اللي هي السكارف اللي هي ليها الفوليوم العالي دي هي طالعه موضه اكتر. ف هحط السكارف ده زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هغطي على المايك معلش، بس همسكه في ايدي اهو زي ما انتم شايفين كده. ممكن احطه كده زي ما انتم شايفين. داريت العيب تماما. لو في حاجه باينه من تحت انا مش حباها تبان، حطيت السكارف وداريت كل حاجه، واستفدت بقيه الجاكيت ان هو شكله شيك وقيم، وفي نفس الوقت انا حابه بصراحه الاوتفيت. ايه رايكم؟ حبيتوا معايا الاوتفيت ولا لا؟ طبعا الشنطه النضاره طبعا اخترتها تكون بالشكل ده. والشنطه هختار الشنطه اللي هي برضو نفس تقريبا درجة الجاكيت او المنتو. ايه رأيكم؟ ممكن البسها كده، وممكن البسها كده. هي يعني هي امسكها، ما اسمهاش البسها، هي امسكها كده، ممكن كده طبعا. والساعة لبستها بالشكل ده. ايه رأيكم؟ حبيتوا معايا الفكرة ولا لا؟ طبعا
ممكن لو حابه تلبسي بوت لحد هنا باللون الاسود هيبقى شكله تحفه. البسه لكم واوريه لكم. ثواني كده البس البوت وارجع له. بصوا انا ممكن البس الهاف بوت دي كده، يعني نجربوها مع بعض، وهلبس البوت وتقولوا لي اي شوز كانت على الاوتفيت ده شكلها حلو. هلبسها وارجع لكم تاني. بصوا انا غيرت طبعا من وضع التليفون علشان يبين الشوز اكتر. لبست ده هاف بوت طبعا اللي انا وريته لكم ده، مش عارفه برده واضح ولا لا. قولوا لي رايكم، الشوز الاولانيه ولا الثانيه ولا البوت؟ ثانيه كده هلبسها لكم وارجع. زي ما انتم شايفين كده لبست البوت السودا. قولوا لي اكتر شوز كانت لايقه على الاوتفيت ده. بكده اكون خلصت الفيديو، وعايزه رايكم، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. عجبكم الاوتفيت ولا لا؟ والهدف من الفيديو ده ان انا حاجه قديمه عندي طلعتها من الدولاب، استفدت منها بدل ما ارميها او اركنها، فاستفدت بيها. وزي ما انتم شايفين الحاجه بتطلع موضه تاني، يعني مفيش حاجه بتروح، لا بالعكس بيجي عليها الوقت وبترجع موضه من جديد تاني. ودينا اهو عملنا اوتفيت، ولا سحر ولا شعوذه. زي ما انتم شايفين كده. يا رب يعجبكم. وطبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش سبسكرايب وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بحبكم قد الدنيا بحالها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.